مرحبا بكم. شوفوا معنا هذا المذيع، يعني مذيع فرانس 24، عندما طرح سؤالا يعني على سحب الكأس، ويعني والمحلل المغربي يعني بدأ يحكي له في قصة حياته. شوفوا واش قال له في الآخر. نخليكم مع الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو. في حدث اليوم بعد شهرين يقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تجريد السنغال من كأس افريقيا ويمنح اللقب للمغرب. السنغال اعربت عن رفضها للقرار وتطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بسبب شبهات فساد. سيكون معنا من الدار البيضاء محمد الباقلي ومحلل رياضي، ومعي في الاستوديو الزميل وديع فيعاني تشيتشي. اهلا وسهلا بك من الدار البيضاء. سؤالي الأول، يعني كيف كان طعم الإعلان عن هذا اللقب لدى مشجعي المنتخب المغربي؟ يعني ليس نفس الطعم مثل ما يكون في الملعب. اولا السلام عليكم وشكرا على الاستضافه في قناه فرانس 24 العربيه. اولا قبل الخوض في التفاصيل القانونيه والفنيه لابد من الوقوف عند النجاح الباهر الذي حققه المغرب في تنظيم هذه النسخه من كاس افريقيا 2025، بحيث ان المملكه المغربيه قدمت نموذجا تنظيميا مبهرا تجاوز التوقعات القاريه ليلامس المعايير العالميه، مؤكدا على جاهزيته الكامله لاحتضان اكبر التظاهرات الكرويه الدوليه. من ناحيه البنيه التحتيه المتطوره وايضا الملاعب. صديقي بس لا نحن لا نريد خطابا، نحن نريد بس جاوبنا على اسئله. لو خطاب خلاص هذا تحدثنا عنه، لا نريدك ان تقرا نصا، نريد ان تتجاوب معنا ونطرح. طرحت عليك سؤال، اجبني على قدر السؤال.